اهلا بيكم مره تانية في حدوته في الجون الحلقه العاشره. بص، بطل حدوته النهارده انا مش هقول اي حاجه عنه، انا بس هقعد انا وانت كده ونسمع جماهير فرقته كانت بتقول له ايه. بطل حدوته النهارده الحاوي الزملكاوي ايمن حفني. الحدوته ابتدت في 31 ديسمبر بالتحديد سنه 85. تبدا حدوته الحاوي مع المستديره في مصر المقصه اللي بيصعد معاهم من دوري الدرجه الثانيه وبيقدم اداء مميز جدا جدا جدا، وكانت كل الناس بتشبهه بميسي في الوقت ده. ومن المقصه للجيش، ومن بعد الجيش بيخوض تجربه في ليبيا مع نادي اهلي طرابلس، ومن بعد اهلي طرابلس للنقطه المضيئه اللي كلنا مستنيينها، انضمامه لنادي الزمالك. ومن بعد حازم امام وحسين ياسر ولاعيبه كتير في الزمالك ابتدت التيشيرت رقم 14 بيجي الوريث الشرعي ليه وهو ايمن حفني وبيستلم التيشيرت، بينضم للزمالك، بيقضي فتره